المواقف بتثبت جدعنتك، مش بس جدعنتك، لا، بتثبت قد ايه انت حيوان. يعني ايه الكلام اللي انا بقوله ده؟ هو انا ملحد؟ لا، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان سيدنا محمد رسول الله، انا مسلم عادي. اللي اكتشفته من كتر ما بتعامل مع الناس في فتره الصيف دي، يعني لان انا في الشتاء ما بطلعش من البيت خالص، اكتشفت ان كل بني ادم جواه غريزه حيوانيه، بس مش بتطلع في اي وقت، لان لو بتطلع في اي وقت كناش هنعرف نعيش، كان كله هيبقى حيوان مع كله وهنموت. كل وقت وله اذان زي ما بيقولوا. في الاوقات اللي انت المفروض تبقى فيها حيوان دي، انت بتقلع طوب الراجل المحترم، او بتقلع البدله، او بتقلع التيشيرت اللي انت لابسه، وبترجع للعصور الوسطى وتتعامل زي البني ادم البدائي، زيك زي الحيوان بالظبط. ايه بقى المواقف اللي بتخلي البني ادم حيوان؟ يعني انت لو عايز تشوف حد حيوان، حطه في موقف من المواقف اللي انا هقولها لك دي. ما عدا انا طبعا، انا عمري ما ببقى حيوان، لان انا بني ادم سوي. لا انا همجي جدا في الحقيقه. انا همجي بطريقه مش قادر اقول لك، يعني مش قادر اوصف لك. حط اي بني ادم في الزحمه، اي زحمه بقى، زحمه طابور عيش، زحمه مكنه ATM، زحمه عربيات، زحمه الناس في الموقف ومفيش عربيات. جبس مصر لما الريتش يقع من عنده بيتحول لحيوان طبعا. سوري ايه. من ضمن الاتفاق اللي انا فيها، لو ما شربتش في المج ده الايس كوفي، ما بحسش ان انا بشرب، بحس ان انا بشرب شاي زردة. هنعمل سكيب لزحمه طابور العيش، لان انا كنت كده ببقى نايم، يعني انا كنت نايم، فامي بتصحيني تقول لي انزل هات عيش، بصحى انزل انام في طابور العيش، فهنعمل لها سكيب. زحمه العربيات بقى، انت لا قدر الله طالع الدائري، او طالع في ستانلي على البحر في العيد، الطريق واقف من السنه اللي فاتت، يعني هو بقاله سنه واقف، الطريق واقف مفيش بني ادم عارف يتحرك، في زحمه عربيات. حلو. وانت راجل على قد حالك طبعا زينا، معاك لادا موديل 92، ولما بتحود الجدون الكوالين بالتكتيك، وش مش مكيفه. يجي واحد معاه اكس 6 موديل 2030، مكيفه، فيها فلتر 7 مراحل، 5600 سي سي، 485 هورس باور، فيها سماعات اللي هي دبتها بتكسر الازاز دي، وبنسبه كبيره فيها واي فاي، يعني وفراملها ما بتقطعش، بطريقه حيوانيه مستفزه، يزمر لك. انا في سؤالين بيدوروا في دماغي في ساعه ما هو بيزمر لي كده، اللي راكب الاكس 6 ده بيزمر لي. انا في سؤالين بيدوروا في دماغي، الاولاني هو الراجل ده مستعجل على ايه؟ يعني في ايه امتع من اللي هو فيه ده، غير طبعا زيزو فتوح. تاني سؤال بيدور في دماغي، هو انت المفروض اما تديني كلاكس يا حيوان يا متخلف يا بدائي يا همجي يا فايكنج، اما تديني كلاكس انت مفيش حق. انت عايز ايه؟ انت شاكك مثلا في خيالك ان ده بروس وين، ده باتمان، ده باتمان. انا بقول لك ده باتمان. اول لما اديله كلاكس هيفتح جناحات العربيه وهيطير ويسيب لي الشارع، ولو انا سبت لك الشارع ما في واحد قدام. همجيه. ما انا عاوز اعملك بني ادم، انت مصمم تبقى حيوان وكلب ليه؟ طيب حاجه اوسخ بكتير، زحمه الناس ومفيش عربيات، والعربيات هنا المقصود بيها المواصلات. انت ساعات الظروف بتحكم عليك ان انت تركب مواصلات، ودي حاجه ربنا يعينك عليها الصراحه. انا عمري ما ركبت غير مواصلات عامه، يعني لا تفكروا ان انا مترفه او كده، لا. انت لا قدر الله داخل الموقف الساعه 12 واحده بالليل انت عارف ان انت تروح مش هتلاقي مواصلات، بس في حاجه، انت بتدخل الموقف مفيش مواصلات، بس انت داخل من الموقف في تجمع من الناس اشبه بالزومبي بالظبط، بيركبوا اي حاجه فيها عجل. يعني انت لو راكب سكيت بورد او راكب لابس باتيناج في رجلك وداخل، هيركبوك، اهرب بجلدك. الناس دي بقالهم 3 ساعات بيسرفايفوا في الموقف، واقفين جوه الموقف بيسرفايف. ايوه الله ينور عليك، السرفايف اللي هو بتاع الحيوانات ده، اللي هو البقاء للاقوى. اول لما يدخل ميكروباص او مشروع تلاقي 32,000 واحد بيجري عليه، هو الميكروباص او المشروع كله 14 راكب، تحسه داخل يوزع لحمه مثلا. عارف العربيات اللي بتمشي توزع لحمه دي، بتلاقي الناس كلها هيجري عليها، وانا عايز لبني وانا عايز مش هو ده اللي بيحصل بالظبط. في بني ادم بقى، يعني سيبك من ان الناس دي اصلا شويه حيوانات، بس في بني ادم حيوان بطريقه اللي هو بيقول لك انا حيوان اهو يا جدعان، انا حيوان شايفني، انا حيوان شايفني. بني ادم حقير، ده اقل وصف ليه. يقف عند الميكروباص، يوقف الناس كلها ويقول لهم يا جماعه اهدوا اقفوا، كله يقف مكانه، تحسه هيقول حاجه مهمه، فيقول لك يا جماعه الحريم الاول. انا والله صدقني انا مش هزعل، يعني انا مش هزعل لو ده خايف على بنات بلده، يعني ده لو ابن بلد وخايف على بنات بلده، انا والله ما هزعل، انا احب كده. انما ده يعني
بيركب يملى العربيه حريم ويركب معاهم، وفي حريم تانية واقفه، لا هو يركب مكان الحريم التانية، يركب هو. انت مين يا ابني انت؟ يعني انت وزير النسويه اسمي الأستاذ خنزير. ولا انت من جماعه الفيمينست؟ الفيمينست انا ازاي ما حطيتش الفيمينست في الحيوانات؟ هنتكلم عليها دلوقتي حالا في صلب الموضوع، احنا فيها هنروح فين؟ ايه الفيمينست دول بقى؟ الفيمينست دول مش هنشبههم بالحيوانات طبعا، مش هنشبههم بالحيوانات لان هم حاجه اقل من الحيوانات. ليه؟ لان انت لو جبت حيوان وعيشته حياه كريمه، يعني في كلاب بتتربى مع قطط عادي وبيعيشوا مع بعض في ألفة، وحطيت لهم اكل وشرب بيعيشوا عادي وينظموا حياتهم، فاهم قصدي؟ الحيوان لو وفرت له حياه كريمه هيعيش. انما الفيمينستات دول نسوان، نسوان باللفظ اللي انا اقوله ده، انا حر اقول زي ما انا عايز وربنا يستر عليا من الفيمينست. نسوان قاعدين في البيت معززين مكرمين شبه الاميرات. هم الحلوين علشان حلوين يعملوا كده اهو. بعد ما كانوا بيدفنوا واحده الصبح وواحده بالليل وبيتباع ال3 ب10 في سوق عكاظ، 3 ب10 منهم، عايز 3 نسوان روح هات ال3 ب10 من سوق عكاظ عادي، فاهم؟ مش مصدق بجد. تقول لك انا زي الراجل. طب ماشي ما عنديش اي مشكله، يلا بقى انزلي اشتغلي فوعليه وشيلي يوتيوب من الساعه 12 الظهر لغايه 7 المغرب، يلا عندك تشاركي زيك زي الراجل بالظبط. لا والله بتحب تشتغل الشغلانات بتاعت المكاتب والشغلانه بنت بقى. طب بذمتك انت، انا هشهدك انت هشهدك انت، اللي هي بتعمله ده تصرف ايه؟ قلت حيواني؟ الله ينور عليك، برافو عليك. ما قلتش حيواني كتك 60 نيله. انت خلاص مفيش فيك فايده. مع احترامي للحيوانات، يعني برضه مع احترامي للحيوانات، لان الحيوانات طبعا زمانهم زعلانين احنا بنشبه الفيمينيستات بيهم، مع احترامي ليهم طبعا الغرزه الحيوانيه دي بتيجي لجبس مصر اول لما الريتش يقع من عنده، زي ما شفتوا الحلقه اللي فاتت. ايه ما شفتش الحلقه؟ طب اللي ما شافش الحلقه اللي فاتت محروم من البوفيه في فرحي. وبس كده يا شباب، في رعايه الله، ونشوفكم الجمعه الجايه، ودي تاني جمعه انزل يا رب، بس ما انتج الفيديو انزله. يلا في رعايه الله يا رجاله. ما ربط